معانا الضيف اللي كان جا زياره فنتعرف بك. اسمي سيد علي عبد الله صلاة من جمهورية الصومال، وأنا النهاردة زرت المعرض الدولي للقاهرة، وكان علي هنا النهاردة الندوة التابعة للشباب الأفارقة، وأيضا زرت الأجنحة القاصة للدول. اوكي طيب، من خلال زياره بتاعك النهارده في جناح الصومال الكتب وحواليك استفدت شنو من المعرض؟ أنا استفدت كثيرا. أنا مثلا كنت أتفرج على الكتب اللي يتعلق عن السياسة، مثلا اللي هم كتبوا السياسيين الصوماليين، وبرضه كتب يتعلق عن اللغة الصومالية. فيه يعني أنا حسيت أو شفت النهاردة أن فيه يعني كتب كثيرة هم اللي كتبوا المجال اللغة ومجال السياسة، وأنا كنت من قبل كنت مش فاكر أن فيه كتب يعني هم كتبوها بالسياسة أو اللغة يعني. عشان كده استفدت كثيرا، وانا اشتريت الكتب ان شاء الله، اشتريت الكتب كثيره. اوكي شكرا استاذي، ان شاء الله يبقى في ازدهار وتقدم من دوله الصومال، ان شاء الله يبقى في سلام ويبقى في استقرار، ونتمنى السنه الجايه احنا برضو نعمل المعرض في دوله الصومال ان شاء الله، واتمنى كل الدول الافريقيه يعني ازدهار اكثر ان شاء الله. ان شاء الله الصومال ان شاء الله، كل الدول الافريقيه واولها جنوب السودان والصومال والدول الافريقيه كلها ان شاء الله. وشكرا سانتو على مقابلتك. شكرا كثير، شكرا.